أهلا بكم. إذا أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا ضم النجم البرازيلي نيمار إلى صفوفه بعقد يمتد 5 سنوات. وغرد حساب الفريق الرسمي في تويتر: باريس سان جيرمان سعيد جدا بانضمام نيمار. ووصف الحساب العربي للبي اس جي الصفقة بصفقة القرن، وأطلق واسم هلا نيمار. وقام النادي أيضا بنشر فيديو ترحيبي بالنجم البرازيلي مبينا الرقم الذي سيرتديه نيمار وهو الرقم 10. هذا ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس التهنئة إلى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار قادما من نادي برشلونة الإسباني. وخلال لقائهما في إقليم ليزيفلين هنأ الرئيس الفرنسي الخليفي على نجاح باريس سان جيرمان في التعاقد مع واحد من كبار نجوم كرة القدم في العالم على حد وصفه. وتم عرض قميص نيمار الخاص بالنادي الباريسي للبيع وعليه الرقم 10، وتجمع عدد كبير منذ الصباح الباكر للحصول على أول دفعة من القميص، والذي يبلغ سعره 155 يورو. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من أمام ملعب بارك دو برانس في العاصمة الفرنسية باريس مراسلنا نور الدين بوزيان. نور، إذن هو اليوم الكبير في باريس، ما الذي يحدث هناك؟ الذي يحدث علي هو أنني أمام الملعب، خلفي لعلك تشاهد الطابور، طابور طويل عريض، لأن يوجد خلفي أحد محلات التابعة للبي اس جي لبيع الأقمصة التي طبعا بألوان البي اس جي على ميمنتي. وهذه لأول مرة أشاهدها. المؤتمر الصحفي الذي سيقدم فيه اللاعب نيمار للصحافة سيبدأ بعد ساعتين من الآن في طابور كبير من الإعلاميين. في الطرف الآخر أيضا للأسف لا نستطيع أن نحول الكاميرا لأنه في منطقة ظل ونحن في منطقة الشمس، وبالتالي لن نشاهد الشيء الكثير. في الطرف الآخر أيضا جمهور ينتظر، ربما يمني النفس بأن نيمار سيدخل من هذا البوابة، لكن أستطيع أن أقول لك بأن هناك حالة ترقب، حالة فرح كبيرة في أوساط الجمهور الباريسي. الليلة الماضية بمجرد أن عرف جمهور البي اس جي بأن نيمار وقع يعني على العقد، تجمع عدد كبير من أنصار البي اس جي وقضوا الليلة أمام الفندق الذي يفترض أن يقضي فيه الليلة. لكن حتى هذه اللحظة نيمار سيأتي على متن طائرة خاصة من برشلونة وسيهبط بمطار بورجي المخصص للرحلات الخاصة، وبعدئذ سيأتي إلى هنا لمقابلة الإعلاميين. نعم نور، ما الذي سيحدث بعد أن يصل نيمار؟ ما هو جدول حفل تقديمه اليوم للجماهير وكذلك لوسائل الإعلام؟ في حدود الساعة 1:30 بتوقيت باريس سيعقد مؤتمر صحفي. علمت من قسم الإعلام التابع للبي اس جي أن ما لا يقل عن 500 صحفي طلبوا الاعتماد لحضور هذا المؤتمر الصحفي. سيحضر طبعا بجنبه رئيس النادي ناصر الخليفي، ونيمار سيرد على أسئلة الصحفيين. يلاحظ أيضا على ذكر الصحفيين عدد لافت من الصحفيين الإسبان، ولا شك من بين الأسئلة التي ستطرح عليه لماذا اختار البي اس جي. بعد ذلك سيلتحق نيمار برفاقه في فترة تدريبية لن تدوم طويلا. تعرف جيدا أنه أرهق من خلال السفريات الأخيرة، كان في دورة مع البرشلونة في الولايات المتحدة، ثم سافر لأغراض ترويجية إلى الصين، ثم عاد على 7 ساعات على متن الطائرة لإسبانيا، ثم سيأتي إلى باريس.
يفترض أنه سيكون مرهق، وربما ربع ساعة من التدريبات أو 20 دقيقة من التدريبات ستكون كافية للتعرف على رفاقه. وبالتالي الأهم هو انتظار يوم الغد، حيث سيتواجه PSG في أول مباراة تدشينية للموسم مع فريق أميان. نعم، هذا هو السؤال الذي كنت أود أن أطرح عليك إياه. ماذا عن غدا؟ هل الجميع تساءل هل ممكن أن يشارك نيمار مع الفريق في افتتاحية الدوري الفرنسي؟ وما هي ردود فعل الأندية الأخرى المنافسة لباريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي عندما علمت بتوقيع هذا النجم لهذا الفريق؟ علي، أولا تم تقديم أو تأخير موعد انطلاق المباراة بربع ساعة. لماذا؟ لأنه في محاولة لإعطاء وقت كافي لنيمار لكي يعني يقدم نفسه للجمهور هنا غدا في ملعب حديقة الأمراء بارك دي برينس في باريس. المباراة علمنا بأن حتى تغطية الصحفيين أغلقت، لا يوجد الآن طلب مقبول من قبل قسم الصحافة لاستقبال أي صحفي آخر، أغلقت القائمة. غدا سيكون أمام، رغم أننا في فترة الصيف، غدا لا ننسى أنه نحن في بداية الشهر الثاني من الإجازة الصيفية، سيكون الملعب مكتظ عن آخره. إذن قبل مباراة باريس سان جيرمان وأميان سيقدم نيمار لجمهوره على الطريقة الإسبانية، لأنه في الحقيقة كان يفترض أن يقدم باريس سان جيرمان نجمه في حي آخر سياحي، لكن يبدو أنه لأسباب أمنية تم رفض طلب PSG. إذن سيكون غدا نيمار هنا أمام 45 ألف متفرج على الأقل. بالنسبة لإقحامه في أول مباراة، يقال بأنه طلب أن يلعب غدا كي يدشن ملعب بارك دي برينس الذي لعب فيه فقط بألوان البارسا عندما واجهت البارسا باريس سان جيرمان لحساب الشامبيونز ليج. يريد أيضا منظمو أو المشرفون على الفريق أن يظهر غدا في الملعب عوض ملعب 45 ألف متفرج، عوض أن يظهر في المباراة الثانية مع جانغون، حيث كما تعلم علي ملعب جانغون لا يتسع إلا لحوالي تقريبا 12 ألف متفرج. بالنسبة للفريق جانغون الذي سيواجهه الأسبوع القادم PSG، قال مدربه لو أن ملعب جانغون يتسع ل200 ألف الأحد المقبل، نحن متأكدون أن الملعب سيكون مكتظا عن آخره. ردود الفعل بالنسبة للمدربين كلهم رحبوا وقالوا هذا سيعطي بعدا آخر، سيقحم PSG في مرحلة جديدة. طبعا هم يدركون أن لاعبا واحدا لا يستطيع أن يغير فريق، ولكن يعرفون أن ما كان ينقص PSG هو هذا اللاعب الذي يستطيع أن يصنع الفارق في أي لحظة. تذكر جيدا علي الهزيمة النكراء التي مني بها PSG في مباراة البرشلونة 6-1، 3 أهداف هي من صنع نيمار، ضربتي الجزاء، المخالفة الأخيرة. إذن هذا لاعب في 7 دقائق غير معطيات النتيجة التي كان يفترض أن يفوز فيها باريس سان جيرمان. إذن هناك ترحيب واضح سياسي إعلامي. الإعلام تعرف عليه أنه عادة لا يحب، يعني ليس قلبه على PSG، لا يحب كثيرا PSG الإعلام عموما، لكن هذه المرة تغيرت اللهجة. أدركوا أن المشروع جاد، أدركوا بأن لاعب كبير يلتحق بفرنسا، أدركوا أن منافع فرنسا والدوري والكرة الفرنسية ستكون كبيرة، لأنه سيظهر الآن الدوري الفرنسي على أكثر من قارة. نيمار يتابعه 40 مليون شاب في العالم. علي، نعم، نور الدين، أنت ذكرت بأن السؤال الذي سيطرح على وسائل الإعلام لماذا اختار نيمار فريق باريس سان جيرمان. أنا أطرح عليك هذا السؤال، لماذا اختار نيمار باريس سان جيرمان؟ لعدة أسباب ولعدة عوامل. الأولى كما تعلم نيمار يعد من يعني اللاعب الثالث العالمي الآن الأشهر، لديك ميسي ثم رونالدو ثم نيمار. نيمار يقال بأنه يعني إلى حد ما يريد أن يتخلص من عباءة ميسي، من ظل ميسي، يريد أن يفوز بالكرة الذهبية. اللاعب عمره 25 عاما، له مؤهلات كبيرة. PSG يعطيه فرصة أن يكون
كل اللاعبين حوله هو الذي يصنع البي اس جي. سيعطيه فرصة أن يكون مع كبار اللاعبين من بينهم مثلا كافاني وفيراتي لكي يسجل الأهداف، لكي يبرز مؤهلاته في البي اس جي. يريد أيضا الابتعاد عن البارسا، حيث تعرف أنه هو وعائلته إلى حد ما يشتبه في أنهم مثلا زوروا صفقة انتقاله إلى إسبانيا. يريد أيضا لأنه يعرف أن البي اس جي له مشروع، له طموح، فبالتالي يريد أن يكون هو ربما يسجل له التاريخ أنه هو الذي أوصل البي اس جي إلى المربع الأخير في الشامبيونز ليج. حلم البي اس جي أن يكون من بين الكبار. إذا نيمار تمنحه البي اس جي فرصة كبيرة لكي يبرز مؤهلاته، لكي يبتعد عن ضغط البارسا. هو في الحقيقة حقق كل شيء مع الفريق كنادي كمجموعة، نعم. لكنه لم يحقق ربما هذه المكافأة الفردية الخاصة به، وهي الكرة الذهبية. إذا نور الدين بوزيان مراسلنا في العاصمة الفرنسية، كنت من أمام ملعب بارك دو فرانس، شكرا جزيلا لك. هذا ومن المتوقع أن تعود صفقة التعاقد مع نيمار بمنافع كبيرة على خزينة نادي باريس سان جيرمان، خصوصا فيما يتعلق بالعوائد الترويجية والتجارية. قضي الأمر إذن، وما كان مجرد إشاعة بات في حكم المؤكد، ونيمار دا سيلفا رسميا في باريس. صحيح أن صفقة النجم البرازيلي ستكلف خزينة البي اس جي الكثير، لكن في المقابل ما هي العوائد المتوقعة على فريق العاصمة الفرنسية من إبرام هذه الصفقة؟ تمكن نيمار في السنوات الأخيرة من صنع صورة تجارية قوية لاسمه بعد النجاح الكبير والألقاب التي حققها مع فريقه السابق برشلونة. ترتب على ذلك تكوين قاعدة جماهيرية واسعة للنجم البرازيلي، خاصة في آسيا والولايات المتحدة والبرازيل. وبفضل هذا العامل يستطيع باريس سان جيرمان التفاوض من موقع قوة مع شركات الترويج والدعاية لعقد صفقات كبيرة، فضلا عن مبيعات قمصان اللاعب، إذ من المتوقع أن يتهافت مشجعو باريس سان جيرمان وعشاق نيمار في مختلف أنحاء العالم على شراء القميص الجديد للاعب البرازيلي، إضافة إلى صفقات مع الشركات الرياضية وعقود الرعاية. كل هذه الجاذبية التسويقية والترويج الإعلامي ستزيد من تسليط الأضواء أكثر على مباريات الدوري الفرنسي، ويبقى النجاح الأكبر الذي قد يحققه النادي الباريزي على المستوى الكروي نتيجة امتلاك لاعب موهوب مثل نيمار هو قيادة الفريق للقب كبير يعود بالنفع الأكبر على الكرة الفرنسية. ونتعرف اليوم في فقرة لمحة على أحد أبرز الأندية الفرنسية، نادي باريس سان جيرمان.